ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة الفطيرة العائلية. تنفع معاكي الفطار، تنفع معاكي لسحور لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. سهلة وخفيفة ومكوناتها سهلة، وان شاء الله تكون موجودة عندكم في البيت. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس واعملي شير للفيديو عشان يوصلك كل جديد. بص شكلها جميل ازاي، شكلها اصلا لوحده يخليكي يعني تعمليها فورا يعني. يلا بقى قطعتلكم منها كمان حته عشان خاطر تشوفوا قد ايه هي جميله، والحشو فيها حلو قوي من جوه. الحشو يا جماعه سهل قوي، ان شاء الله كملوا الفيديو انتوا هتشوفوا انا حاشيها ايه. بص سهله وطريه. بصوا خفيفه كمان، العجينه نفسها خفيفه وحلوه قوي. بصوا كمان لونها جميل ازاي من تحت. هقطع لكم كمان منها حته عشان تشوفوا قد ايه وهي طريه، وانا بقطعها كمان بايد واحده. بصوا جميله ازاي. يلا بقى تعالوا نشوفوا مكوناتها ايه. معانا كده 4 كوبايات من الدقيق، ومعانا كوباية من الدقيق السمين مسكناهم نخلناهم، وهحط بقى مع كيس خميرة أو معلقة كبيرة من الخميرة، وهحط معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. همسك كل المكونات دي كده مع بعض، همسك بقى اقلبهم كده مع بعض بالشكل ده لحد ما كل المكونات تختلط كويس جدا. وبعد كده بقى ايه، هنزل عليهم بكوباية من اللبن. لو مش عندك كوباية من اللبن حطي خلاص مية. طب لو عندك زبادي حطي زبادي. يعني عندك 3 اختيارات، اللي عندك بقى حطي. عندك كوباية من اللبن او كوباية من الزبادي، او ما عندكيش ولا ده ولا ده حطي مية عادي. نبدأ بقى نعجنهم كويس جدا لحد ما دي بقى يتشرب اللبن ده كله، وتعجني وتشوفي هو هيحتاج ولا لا. بس قبل طبعا ما يحتاج، دي الكوباية دي الاساسي، يعني كوباية من مية او زبادي او لبن، ده اساسي. وبعد كده بقى هنزل عليهم بربع كوباية من الزيت. بس ربع كوباية من الزيت، مش هحط ولا سمنة ولا هحط زبدة، هتبقى خفيفة معاكي وحلوة قوي. وهنزل عليهم ربع كوباية من المية. طب الربع كوباية دي على حسب احتياج العجينة بتاعتك، يعني دي مش اساسي. انتي اعملي الزيت وبعد كده قلبي وشوفي هتحتاج معاكي ميه ولا لا. حطيت بقى رشه من الدقيق عشان حسيت ان الميه جت زياده شويه. وعجنتها كويس جدا. بعد ربع ساعه عجن كتير بقت معاكي العجينه ملساء وناعمه بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا هي محببه عشان خاطر دقيق السميد. عجنتها كويس جدا ناعمه معاكي وفي نفس الوقت طريه مش بتلزق. خلاص هي كده معاكي خلصت. دهنت بقى دهنت البولة بتاعتي زيت، وهبدأ برضك ادهن العجينة زيت. بصي هي طرية وزي ما قلت لكم مش بتلزق، يعني ايديا نظيفة. دهنت بقى العجينة من الزيت هي والبولة كويس جدا، وامسكها بقى يعني ابططها زي ما انت شايفاها كده، واروح بقى اغطيها بايه، بستريتش، ورق استرتش. مش عندي ورق استرتش، فوطة نضيفة وابدأي اغطيها. وعشان اهم حاجة وشها مينشفش عشان نسيبها بقى تخمر. او طبق يكون على مقاس مثلا الطبق، يعني مقاس الحاجه اللي انت عامله فيه. يلا بقى نشوف الحشو هنعمله ازاي. معانا بقى كده حطيت طاسه فيها شويه زيت وشويه وخليتها تبقى سخنه قوي، ونزلت بقى عليهم بالسجق. دي كميه صغيره قوي من السجق. وهنزل بقى عليهم ب3 بصلات كده شرايح او جوليان. طب لو انا مش عندي سجق، عندك قطعه فراخ، عندك شويه لحمه، طبعا لو ده في فطار رمضان. طب لو سحور عندك بقى حطي بقى جبن، حطي فلفل، حطي قوطه، حطي بصل. الحاجه بقى اللي انت عايزاها حطيها. الحشو ده بتاعك، يعني الحاجة المتاحة اللي معاكي. حاولي يسري يعني الأمور. الحاجة اللي معاكي المتاح حطيها. ومعانا بقى كده ربع كيلو من الفلفل برضك قطعته جوليان. وهنزل بقى عليهم بعد ما شوحت كده البصل مع السجق. شوحتهم، انا عايزه البصل يبقى دبلان خالص وفي تشويحه كده كرمله كده بسيطه. وهنزل بقى عليهم كمان بعد الفلفل، هنزل بقى ب3 حبايات كده من الطماطم او حبايتين كبار، ومعلقه كبيره من الصلصه. والصلصه دي مهمه جدا جدا جدا. طب لو انا مش عندي صلصه، كيسين من الكاتشب الصغيرين او معلقه كبيره بردك من الصلصه من الكاتشب. وامسك كل ده كده اقلبه مع بعض، وهنزل بقى بحقيقها. احط معلقه كبيره من الملح وربع معلقه من الفلفل الاسمر، واقلب كل دول كده مع بعضه. بص شكل الخليط جميل ازاي. انا عايزه فيه اللي هو الصوص الخفيف بتاع الصلصه ده، مش عايزاه يبقى تقيل قوي، بس انا عايزه الصوص الخفيف عشان العجينه لما تشربه هتبقى طعمها حلو قوي. وعشان خاطر بقى نخف شويه الصوص ده، هزود ربع كوبايه من الميه يديني زي سمك كده خفيف شويه، ما يبقاش. انا مش عايزاه سايل، لا انا عايزه السمك يبقى خفيف شويه، يبقى فيه شويه من الصلصه كده الخفيفه يعني. بص شكل الخلطه جميله ازاي، جميلة ما شاء الله، وكانت طعمها حلو اوي. زي ما قلت لكم مش شرط خالص السجق، اي حاجة عندك حطيها. ولو مش عندك اي حاجة برضك حطي، اعملي البصل والفلفل والطماطم وحطي بقى جبن. اي حاجة بقى انت عندك زي ما قلت لك حطيها. كده بقى خلاص العجينة بقى اختمرت. انا بعد ما غطيتها بقى كمان بالاسترتش، غطيتها بالفوطة.
عشان خاطر تبقى يعني مكتومة كويس جدا وتختمر حلو. بصوا ما شاء الله اختمرت، فانا مسكتها بقى قسمتها نصين قد بعض. بصوا جميلة ازاي، ما شاء الله طرية زي ما قلتلكوا، حلوة قوي فعلا، ما شاء الله جميلة. عندي بقى صاج، الصاج ده ما شاء الله حجمه كبير، انا مش عارفة بالظبط مقاسه قد ايه، بس هو ما شاء الله حجمه كبير. طب لو الصاج عندك ما عندك الصاج كبير، هاتي صينية صغيرة او صينيتين وسط، وابدأي كوريهم 4/4، وكل صينية تاخد قطعتين. ومسكت بقى فردت كده العجينة بالشكل ده زي ما قلت لكم ما شاء الله، عشان الصاج عندي كبير، فانا فردت العجينة على 2 بس. وبعد كده بعد ما فردت بقى العجينة، حطيت بقى الخلطة بالشكل ده، وشكلها جميل ازاي، يعتبر انتي عاملاها ببلاش يعني من كتر ما هي جميلة وسهلة ومكوناتها عندك في البيت. خلاص بقى انا كده انا حطيت الحشو، حطيت بقى شوية من الجبن لو عندك، مش عندك خلاص. حطيت بقى هعمل بقى هفرد بقى النص التاني، حطيت بقى رشة من الدقيق، وحطيت بقى النص التاني اللي هو من العجين، وهبدأ بقى افرده، بس هحط الاول برضك رشة من الدقيق تاني عليه، وبعد كده بقى ابدأ افرده بالنشابة او بالفرادة عندك. انا بحط رشة بس بسيطة من الدقيق، فردتها بقى خلاص بالشكل اللي انت شايفاه ده. هي ما شاء الله العجينة جاية بالظبط على قد الصاج. مسكتها بقى حطيتها على وش الصاج على وش الحشو. خلاص بقى فن عليه، وتبدأي بقى تثبتي العجينة من الحروف. ولو في اي عجين زيادة معاكي ابدأي شيليه بالسكينة، مع ذلك هو اصلا شلت حاجة بسيطة قوي، فهو ما شاء الله يعني العجينة جاية بالظبط على قد الصاج، فمش هترمي منها ان شاء الله حاجة. زي ما قلت لك لو مش عندك صاج كبير اعمليه في صينيتين. نبدا بقى نخرم العجينه بالشوكه بالشكل اللي انت شايفينه ده، عشان خاطر انا مش عايزاها تعلى او مش عايزاها تقب زي الفطير، لا انا عايزاها تكون عجينه يعني فطيره عاديه ما تكونش بتقب او بتعلى. معانا بقى كده صفار بيض، وهحط لها بقى فانيليا، الفانيليا هتديها ريحه حلوه قوي، وطعم العجين هيبقى ليه طعم حلو قوي. ومع ذلك الصفار ده اصلا مش هيبان خالص خالص مع العجين، لان انت كمان حطيتي له فانيليا، وهتشم ليها ريحه حلوه قوي كمان وهي في الفرن بسبب رشه الفانيليا دي. هدهن بقى الصفار البيض ده هدهنه على وش العجين. زي ما قلت لك لو انت بتقلقي من ريحه البيض، لا خالص مش هتبان خالص، هتحبيها قوي مع رشه كمان الفانيليا. بصوا شكلها جميل، وهتديها كمان لمعة حلوة قوي، ولون طبعا جميل عشان صفار البيض بيدي لون حلو قوي للعجين. وبعد كده بقى اعمليها بقى كده لحد كده، ممكن تدخلها بقى خلاص الفرن. عايزه بقى تديها شكل احلى، طبعا العين بتاكل قبل البق، فانا مسكت بقى السكينه وعملتها كاني هقطعها، بس طبعا على خفيف من فوق خالص، عملتها زي مثلثات كده، زي كانك بتقطعي الجلاش مثلثات. وهبدا برضك اعملها عكس عكاس كده، يعني بعد ما قطعت بالطول ابدأي برضك قطعي بالعرض، هتديكي الشكل اللي هو المثلثات. وشكلها جميل ازاي. هبدأ بقى اعمل لها الشكل الاحلى اللي انتوا شايفينه كمان في الكاميرا. عملت بقى جبت معلقتين من الدقيق او 3 معالق من الدقيق، وهبدأ اخفهم بالميه لحد ما يبقى قوام العجين يعني ولا هو خفيف ولا هو تقيل، وحطيته في كيس، وبدأت ازين امشي على الخطوط اللي انا عملتها دي، اللي انا قطعتها دي على خفيف من فوق. بدأت مشيت عليها بقت مديه معاكي بالشكل ده. حاجه سهله وبسيطه، بس بتفرق قوي مع الشكل، يعني الشكل الحاجه بتبقى حلوه معاكي. بقى عندك زيتون، ابدأي بقى حطي على كل مربع كده حروف المربع، ابدأي حطي بقى زيتون، بيديها طبعا شكل احلى. دخليها بقى على فرن سخن جدا على 220 درجة. بص طلعت معاكي بالشكل الجميل ده، شكلها حلو وجميل وطرية وهشة، والله الطعم رائع، جميلة جدا. بصوا حلو ازاي، والشكل الحشو كمان جميل ازاي. والصوص اللي احنا عملناه اللي هو معلقة الصلصة دي بتفرق قوي، زي ما قلتلك بتخلي العجينة تكون متشربة بطعم من الصلصة. بصوا العجينة كلها لازقة فيها شوية من الصلصة ازاي، جميلة جدا وسهلة قوي، تحفة جدا.